أعاد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بالسجن 1.5 عام وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم على الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي النقاش حول تقييد حرية الصحافة والإعلام إلى الواجهة، وذلك بعد اتهامه بالتشهير والقذف بحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وخلف هذا الحكم جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهداوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه، داعين إلى مراجعة هذا القرار في المرحلة الاستئنافية لتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير. وكان دفاع وزير العدل التمس في آخر جلسة قبل إدخال الملف للمداولة الحكم على الصحفي المهداوي بأقصى العقوبات، مع المطالبة بتعويض مدني قدره ب10 ملايين درهم أي مليار سنتيم. كما التمس دفاع وزير العدل افتحاصا ماليا لمداخيل القناة الخاصة بالصحفي المهداوي على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، وتحويل مداخيلها بناء على أمر قضائي لفائدة مؤسسات خيرية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد أعمالنا.